عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة ياسر بنينة، وصفة المعمول. عملته بثلاثة حشوات. الحشوة الأولى عملته بالتمر، والحشوة الثانية عملته بالماغس، والحشوة الثالثة عملتها بالباونتي، والحشوة الرابعة عملتها باللوز والشوكولا. بنين على الاخر. تنجموا تعملوا الكل بالتمر. انا الحقيقه حبيت نعمل بالشوكولا على خاطر كما تعرفوا الصغار يحبوا القوم تاع الشوكولا. وتوا نبداو في الطريقه والمراحل. عندي لهنا 250 غرام سميد ارطب، وعندي 125 غرام فارينه، وعندي 125 ملي غرام ولا مليلتر زبده مذوبه. ولهنا باش نبدا نخلط المكونات الجافه اللي هي السميد الارطب والفارينه، باش نضيف عليهم الزبده بشويه ونحاولوا نفرفروهم بيدينا. شوفوا الطريقه اللي انا قاعده نخدم بها، كيفاش باش نخدم بيدي. دونك نحاولوا هكايا نشدوهم بين يدينا وندخلوا هذيك الزبده في السميد والفارينه، ونخليهم يرتاحوا اكوتي لمده بين ساعة إلى 3 ساعات. انتما والوقت اللي عندكم. أنا حطيتهم 3 ساعات حتى هذيك الزبدة تشربت في السميد والفارينة. دونك كما تشوفوا كيف قاعدة ندخل في الزبدة في السميد والفارينة، ونغطيهم ونخليهم أكوتي. وتوا باش نتعدى للحشو متاع التمر. عندي لهنا التمر نظفته كما تشوفوا، نحيت له النواة متاعو، وباش نضيف عليه شويه مغرفه قشور برتقال وشويه جرجلين والفواكه اللي تحبوا عليهم انتم كل قديروا قدروا. ولهنا رحيت التمرات متاعي كما تشوفوا اللون فاتح على خاطر النوعية متاع التمر. انا عملت الدقلة هذيك اللي تبدا دوغي، ولهنا ضفت له شوية زيت نباتي كما تشوفوا، حكاية كيس ربع كيس زيت نباتي باش نخليه يتقلى شويه كما تراو في الطريقه هذه. وباش نضيف له شويه قشور هذيك بودره البرتقال. اذا كان عندكم تنجموا تعملوا النكهه اللي تحبوا عليها انتم، تنجموا تعملوا قرفه، تنجموا تعملوا هذيك الشوش ورد بودره. باش نضيف عليهم الجرجلين، وزدت ضفت عليهم شويه نوازيت بودرة، والا تجموا تعملوا لوز والا كاكاوية اللي تحبوا عليه انتم، وتخليهم يزيدوا يتقليوا شويه. دونك كما تشوفوا بالطريقه هذه، ونخليهم اكوتي يبردوا ونتعدى نكمل نعمل البات نتاعي. بالنسبة للبات كما تشوفوا قاعد ارتاحت شوية. توا عندي 3 مغارف سكر بودرة، وعندي لهنا مغرفة صغيرة قشور البرتقال، ومغرفة صغيرة خميرة، وشوية وباكو فانيليا، ورشة ملح، وذيك عطرشية باش نلم بيها البات. دونك أول حاجة باش نغربل السكر وقشر البرتقال الشايح كما تراو، وباش نحط رشة الملح وشوية مغرفة صغيرة خميرة حلويات وباكو سكر فاني. دونك نخلط المكونات الكل مع بعضها، ومن بعد باش نلم البات نتاعي بماء العطرشية. هذه اختياري، انا نحب نكهة العطرشية وتزيد تبنن البات اكثر من الحليب. دونك كما تشوفوا نصبوا بشويه ونحاولوا نلموا البات لمان. دونك ما نعجنوهاش، نلموها لمان. ومن بعد كيف في اخر المرحله نزيد الحليب
ونكمل نلم البات متاعي حتى نتحصلوا على بات متجانسة، ما تبداش يابسة برشا وما تبداش طرية. دونك تنوريكم كيفاش التكستور متاعها تكون. بالنسبة للسكر اللي يحب البات تكون حلوة أكثر تنجموا نضيفوا في كمية السكر كما ترى. لهنا بالنسبة للحشوات متاعي عندي حشوة التمر كما تشوفوا شكلتهم بالطريقة هذه، وعندي حشوة اللوز بالشوكولا، وعندي الماخس، وعندي الباونتي. دونك كما تحبوا انتم تنجموا تعملوا زوزة، تنجموا تعملوا بيستاش كما تحبوا انتم. لهنا لاباري متاعي انا عملت لاباري هذيا بالكورون، تنجموا انتم تعملوا اذاك القالب مانيويل متاع المعمول وتطيبوهم في الفور عادي كيف ما تحبوا. بالنسبة للوزن حبة المعمول عملت توزن 25 غرام باش تجيكم كابت المعمول مزيانة ومريكلة. لازم تعملوها بالميزان باش في وسط لاباري ما تخرج لكمش البات على برا. دونك كيما تراو بالطريقة هذه عملت 25 غرام كل حبة، ونقعد نحل هكايا بين يدي كما تشوفوا بنحل هكايا بصبعي، ونحط الحشوة اللي تحبوا عليها انتوما. انا من الاول عملت حشوة التمر، ونسخن بطبيعة لاباري متاعي ونحطها في وسط اللاباري كما تشوفوا بالطريقة هذه. وننزل عليهم شوية باش تجيونا الكعبات متاعنا مستويين. وبالنسبة للفاخس الأخرى باش نعمل الماخس والباونتي كما قلت لكم اختياري كل واحد والنكهة اللي يحبوا عليه واللي يحب عليه هو. انا عملت الشوكولا كما نعرفوا الصغار يحبوا نكهة الشوكولا، دونك حبيت ان ندخل نكهة الشوكولا في وسط المعمول. نجموا كما قلت لكم تعملوها كان نكهة التمر، مي حتى بالشوكولا راهو جاي ياسر بنين. ما حاجه بركه الشوكولا فاضت شويه في وسط اللاباري على خاطر كما نعرفوا حاجه ليكيد ومن بعد تذوب وتخرج من البات. مي البنه مضمونه. دونك كما تراو لهنا قصيتهم بالطريقه هذه على حسب الديمونسيون اللي عندنا. دونك كما تشوفوا بنفس الطريقه. وحبيت نقولكم نصيحة للبنات انكم تغلفوها البات نتاعكم ما تخليوهاش تشيح. دونك لو طون انتم كملتوا الكعبات الاخرين تغلفوا البات كيما تشوفوا. لهنا كعبات المعمول نتاعي حضروا، شوفوا هذيك الزين والعين اللي جاي فيها على خاطر شفتوها فاضت ليش في لاباري. كيما قلت لكم نعملوها بالجراماج تجيكم مريقله ومزيانه بريزونتابل. هذوما كعبات الشوكولا. هذه الباونتي. في النكهة بالنسبة اللي يقول لي عملتهم ما فرقتش برشا نكهة الشوكولا في الكعبات، جيست اهوكا نوعتو اكهو معناها. اما اكثر واحدة عجبتني انا بالنسبة لي انا نكهة التمر ونكهة الشوكولا باللوز. اللوز اعطى قرمشة ياسر بنينة في وسط المعمول. تنجموا تخلطوا اللوز بالسكر بودرة والعطرشيات، ما تعملوش شوكولا تجيكم ياسر بنينة. وهذه هي كانت الرسالة متاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتير على رايكم. ميرسي وبسلامة. Saw the sun, don't know why I didn't come.